السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة نيو جيم وسين. الفيديو عبارة عن سؤال وجواب. سنعرض لكم أسئلة دينية ثقافية علمية ونترك لكم 10 ثواني للإجابة. لا تنسوا الصلاة على النبي وهيا بنا نبدأ. السؤال الأول: على من فرض الله تعالى زكاة الفطر؟ البالغ العاقل، الأغنياء، من يجد قوت يومه وليلته. الجواب هو من يجد قوت يومه وليلته. السؤال الثاني: ما هي الزكاة التي يجب على المسلم أن يخرجها قبل صلاة العيد؟ زكاة الفطر، زكاة المال، زكاة الزروع. الجواب هو زكاة الفطر. السؤال الثالث: ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ طهارة للمال، طهارة من الحسد، طهارة للصائم. الجواب هو طهارة للصائم. السؤال الرابع: ما هو مقدار زكاة الفطر؟ صاعين من قوت البلد، صاع من غالب قوت البلد، صاعا ونصف. الجواب هو صاع من غالب قوت البلد. السؤال الخامس: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد؟ نعم يجوز، لا يجوز، حرام. الجواب هو نعم يجوز. السؤال السادس: هل تجب زكاة الفطر على من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؟ تجب، لا تجب، لا يوجد دليل. الجواب لا تجب. السؤال السابع: هل تجب زكاة الفطر على الجنين الذي ولد قبل مغرب ليلة العيد؟ لا تجب، نعم تجب، ليس له حكم. الجواب هو نعم تجب. السؤال الثامن: ما حكم من تأخر عن إخراج زكاة الفطر حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان؟ لا تسقط ويجب عليه قضاؤها، تسقط عنه، ليس لها حكم. الجواب لا تسقط، يجب عليه قضاؤها. السؤال التاسع: هل يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد؟ حرام، يجوز، لا يجوز. الجواب هو لا يجوز. السؤال العاشر: في أي عام هجري تم فرض الصيام على المسلمين؟ العام الرابع، العام الثاني، العام الأول الهجري. الجواب هو العام الثاني الهجري. السؤال الحادي عشر: من هو الصحابي الذي نزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضيفا في بيته؟ أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان،
أبو أيوب الأنصاري؟ الجواب هو أبو أيوب الأنصاري. السؤال الثاني عشر: من هو الصحابي الذي نزل جبريل على صورته أو هيئته؟ دحية ابن خليفة، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب؟ الجواب هو دحية ابن خليفة. السؤال الثالث عشر: ما هي السورة التي تحتوي جميع آياتها على لفظ الجلالة؟ سورة الإخلاص، سورة المجادلة، سورة البقرة؟ الجواب هو سورة المجادلة. السؤال الرابع عشر: ما هي السورة ورقم الآية التي أشير فيها إلى عقوبة مانع الزكاة وحاله يوم القيامة؟ سورة الأنعام الآية 20، سورة ياسين آية 25، سورة التوبة آية رقم 34؟ الجواب هو سورة التوبة. السؤال الخامس عشر: ما اسم السورة التي ذكر فيها شهر رمضان؟ سورة البقرة، سورة يوسف، سورة الأعراف؟ الجواب هو سورة البقرة. السؤال السادس عشر: كم مرة ذكر فيها شهر رمضان المعظم في القرآن الكريم؟ 3 مرات، مرة واحدة، 5 مرات؟ الجواب هو مرة واحدة. السؤال السابع عشر: من أو ما اسم الصحابي الذي لقب ببعير الجهاد؟ ضرار ابن الأزور، حذيفة ابن اليمان، زيد بن ثابت؟ الجواب هو ضرار ابن الأزور. السؤال الثامن عشر: من هو الصحابي الذي يتكلم 7 لغات؟ عمرو بن العاص، حذيفة بن اليمان، الزبير بن العوام؟ الجواب هو حذيفة بن اليمان. السؤال التاسع عشر: من هو الصحابي الذي كان يرى الملائكة عند قراءته للقرآن؟ عبد الله بن عمرو، عمرو بن الجموح، أسيد بن خضر؟ الجواب هو أسيد بن خضر. السؤال العشرون: من هو الصحابي الذي رمى بأول سهم في سبيل الله؟ سعد بن مالك، أبو بكر الصديق، حمزة بن عبد المطلب؟ الجواب هو سعد بن مالك. السؤال الحادي والعشرون: من هو الصحابي الذي كان أول سفير في الإسلام؟ عمرو بن أكيش، مصعب بن عمير، عبد الله بن عمرو؟ الجواب هو مصعب بن عمير. السؤال الثاني والعشرون: من هو الصحابي الشهيد الذي دفن في السماء؟ حارثة ابن النعمان، حمزة، عامر ابن فهيرة؟ الجواب هو عامر ابن فهيرة. السؤال
23. من هو الصحابي الذي ولد في بطن الكعبة؟ حكيم ابن حزام، جرير ابن عبد الله، سواد ابن عزية. الجواب هو حكيم ابن حزام. السؤال 24. من هو الصحابي الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة؟ زياد ابن السكن، عمرو بن أكيش، هاجر الطفيلي. الجواب هو عمرو بن أكيش. السؤال 5. من فضلك اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. من هو الصحابي الذي عاش 60 عاما في الجاهلية وفي الإسلام 60 عاما أخرى؟ اترك إجابتك في التعليقات. ننتظر إجابتك في تعليق.